هعمل معاكم النهاردة شوربة الكريمة بالفراخ والمشروم بمقادير مظبوطة جدا جدا، وكل اللي دقها عندي طلب مني الطريقة عشان يجربها. لو انتي اول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، ويلا بينا نبدأ. هنحتاج في الوصفة دي معلقتين كبار من الزبدة، بصلة مفرومة، مشروم، بقدونس مفروم، صدر فرخة مسلوق ومتقطع مكعبات، كوباية من شوربة الفراخ، لبن، والكريمة الطبخ هنحتاج منها نص كوباية بس، و3 معالق كبار من الدقيق. وهكتب لكم كل المكونات تحت في الديسكريبشن بوكس. فحلة على النار هنزل بالزبدة وعليها البصل والثوم، بالشكل ده كده. هقلب بقى البصل واشوحه كويس لحد ما يدبل خالص ولونه يبدأ ان هو يصفر كده. هنزل عليه بالمشروم، هديله تشويحة كده بسيطة واروح نازلة عليه بالفراخ عشان المشروم والفراخ ياخدوا كده من طعم بعض. هقلب بقى شوية كده لحد ما المشروم يدخل في السوا، وبعد كده هنزل عليهم بالدقيق. هقلب بقى كله مع بعض كده بالشكل ده، وهنزل بشوربة الفراخ. بصوا بقى بدأ القوام بتاعها كده يظبط. هظبط بقى الملح والفلفل، هنحتاج بس رشة ملح ورشة فلفل. وبعد كده هنزل بكوبايتين ونص من اللبن بالتدريج كده بالشكل ده، واقلب بقى كويس خالص لحد ما اتاكد ان الدقيق اختفى تماما بالشكل ده كده. هسيبه بقى يغلي لمدة دقيقة واحدة، وبعد كده هضيف عليه الكريمة. اهم حاجة ان انا افضل اقلب كويس جدا. وبعد ما ضفت الكريمة اسيبها تاخد كده برضو غلوة او غلوتين لحد ما القوام بتاعها يظبط. بعد كده هضيف رشة البقدونس المفروم. بجد البقدونس بيخلي طعمها حلو جدا جدا جدا، وانتوا هتجربوا تحكموا بنفسكم. وصفة سهلة وسريعة ولذيذة. استخدمنا فيها صدر فرخة واحد بس، ونص كوباية واحدة من كريمة الطبخ، وهيعجبكم طعمها ان شاء الله. هستناكم تجربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنت.